اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. تعالوا بقى نعمل بسبوسة بالشوكولاتة بطريقة سهلة جدا وسهلة وسريعة، ولو انت مبتدئة تعمليها وتنجح معاكي من اول مرة. انا عارفة ان البسبوسة في ناس كتيرة بتعملها وبتفشل معاها، بس الطريقة دي لو مشيتي على المقادير بتاعتها هتطلع معاكي مظبوطة بإذن الله. اول حاجه بقى هنبدا بيها هي السيرب بتاعنا. انا معايا كوبايه وربع من السكر، هضيف عليهم كوبايه ونص من الميه. احنا عايزين السيرب يبقى خفيف تماما. كده بعد ما السيرب بتاعنا بقى غلي، انا هضيف له بقى مكعب من الزبده بسيط خالص. ممكن تضيفي عصره ليمونه، بس انا حبيت اضيف مكعب من الزبده، بيدي البسبوسه لمعه وبتبقى طعم حلو يعني. تعالوا بقى لمقادير البسبوسه. انا معايا نص كيلو من سميد البسبوسه اللي هو السيمولينا الساده. هضيف عليهم 3 معالق كبار من جوز الهند، لو مش متوفر عندك مش مشكله، بس هو بيدي البسبوسه نكهه حلوه. تمام. تعالوا بقى للمكونات السائله. انا معايا بقى تلتين كوب من الحليب، معايا كوبايه وربع من السكر، معايا تلتين كوب من الزبده، ومعايا 3 معالق كبار من عسل النحل او السيرب التقيل او عسل الجلوكوز اللي متوفر عندك بقى استخدميه. انا هخلط المكونات السائله كلها مع بعض وادوبهم كويس جدا. عايزه اقولك بجد من انجح الطرق اللي هتعمليها الطريقه دي، لو مشيت على المقادير مظبوطه هتطلع معاكي البسبوسه ناجحه جدا ومرمله. صدقيني سهله جدا وحلوه، هتعجبك باذن الله. لو البسبوسه بتفشل معاكي ومشيت على الطريقه دي هتعجبك. وبكده بقى خلاص انا ضفت المكونات كلها مع بعض، هحاول بقى ادوبهم كويس جدا. وبكده خلاص انا دوبت المكونات كويس جدا مع بعض. هنا بقى اقلب المكونات الجافه اللي هو سميد البسبوسه وجوز الهند كويس جدا مع بعض، وبعدين ننزل بالمكونات السائله بتاعتنا. عايزه اقولك بقى هنا ما بنقلبش كتير، تقليب كده خفيف خالص. اهم حاجه بس المكونات تختلط مع بعض بس كده. بس احنا مش عايزين لو انتي قلبتي فيها كتير هيحصل عرق فيها والبسبوسه تطلع معاكي محجره. تمام. يعني حاولي تخلطي كده بس المكونات كده مع بعض في السريع، مش بكتر التقليب خالص. وبكده خلاص انا خلطت المكونات كويس جدا مع بعض. هجيب بقى الصينيه بتاعتي كده، انا مديها دهنه من الزبده، ممكن تدهنيها طحينه اللي انت حباه. هضيف بقى الخليط بتاع البسبوسه بتاعي. هوزع بقى الخليط كويس جدا كده في الصينيه، وطبعا بنكوني مسخنه الفرن كويس جدا قبلها، زي ما انتوا شايفين خبطتين 3 بقى كده عشان البسبوسه تتوزع كويس جدا كده في الصينيه، ما يبقاش في مكان اكتر من التاني. كده بقى خلاص هدخل البسبوسه الفرن وارجع لكم. وهنا ما شاء الله بعد ما البسبوسه بتاعتنا طلعت، بس هنا النور كان قاطع فكان ألزم اصور يعني. هنا السيرب بتاعنا كان بارد تماما، اهم حاجه السيرب يكون بارد والبسبوسه بتاعتك تكون سخنه. هنا ما شاء الله البسبوسه بتاعتي شربت السيرب فضفت لها تاني.
هنا ما شاء الله شربت السيرب كله اللي انا ضفته لها. هنا النار كان جه الحمد لله وسبت البسبوسه بردت شويه. شايفين ما شاء الله، انا بوريكم اللي هي طريه جدا وبجد طلعت مرمله. انا بقى اضيف لها هنا ممكن يعني خلاص تقدموه على كده، بس انا حبيت ايه اعمل تغيير يعني في البسبوسه وكده، فانا سيحت شوكولاته. كان عندي شوكولاته خام فسيحتها زي ما انتم شايفين كده. ممكن بقى تسيحها في الميكروويف او على حمام ميه زي ما تحبي بقى. هوزع بقى الشوكولاته اللي انا مسيحاها دي كويس جدا، وبتسيبيها ايه بقى تبرد شويه. بس انا بصراحه كان جايله ضيوف يعني ما سبتهاش كتير، بس انتي ممكن تسيبيها مثلا شويه حلوين كده في التلاجة عشان الشوكولاته تتماسك معاكي وتبقى حلوه. زي ما انتوا شايفين بقى انا كده وزعت الشوكولاته على البسبوسه كلها. هسيبها بقى كده ايه ترتاح شويه يعني ايه عشان الشوكولاته تتماسك. بس زي ما انا قلت لكم ما سبتهاش وقت كتير. تمام. وبكده بقى اقطعها معاكم عشان نقدمها واوريكم البسبوسه قد ايه مرمله وجميله جدا. وبكده هقدم معاكم البسبوسه. هي الشوكولاته عموما تماسكت بس مش قوي، بس انتي لما بتسيبها في التلاجة بتتماسك اكتر من كده بتبقى احلى يعني. بس هي برضو كانت حلوة مش وحشة. شايفين ما شاء الله بقى قد ايه البسبوسة مرملة وجميلة. شايفين ما شاء الله مش محجرة نهائي وبجد بتدوب في البق. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون كده خفيف على قلوبكم. يا ريت بقى لو انتي مش مشتركة في القناة عندي تشتركي وتفعلي زر الجرس الكل عشان يوصلك كل جديد. واللايك الحلو بتاعك لو انتي ما ضفتهوش ضيفيه. واقول لكم بقى دمتم سالمين واسيبكم في رعاية الله وحفظه.